في ظل تصاعد التوترات بين مصر وإسرائيل، تشهد شبه جزيرة سيناء حشداً عسكرياً مصرياً غير مسبوق قرب الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، وسط اتهامات إسرائيلية بانتهاك اتفاقية السلام لعام 1979، بينما تؤكد مصر أن تحركاتها تهدف إلى منع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية. أسباب الحشد المصري: الأولى، رفض التهجير القسري. تحذر مصر من مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما تعتبره تصفية للقضية الفلسطينية، وتستند القاهرة إلى تعديلات عام 2021 التي سمحت بتعزيز الوجود العسكري في رفح لمواجهة التهديدات الأمنية. ثانياً، حماية الحدود. بعد سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفي العازل بين غزة ومصر، عززت مصر وجودها العسكري لمواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد، خاصة مع اتهامات إسرائيلية غير مثبتة بوجود أنفاق تهريب. الانتهاكات المزعومة: وفقاً لتقارير إسرائيلية، نشرت مصر أكثر من 1500 دبابة، بما في ذلك طرازات M60 باتون و M1A1 أبرامز، و4000 جندي في سيناء، متجاوزة الحدود المتفق عليها في اتفاقية كامب ديفيد التي تسمح ب 230 دبابة فقط في المنطقة A. إسرائيل تعتبر هذه التحركات انتهاكاً جسيماً، بينما مصر تؤكد شرعيتها استناداً إلى التعديلات الأمنية المتفق عليها. الدوافع الإسرائيلية: تشتيت الانتباه. تتهم إسرائيل باستخدام هذه الأزمة لإخفاء جرائمها في غزة، مثل الاجتياحات العسكرية لرفح وإجلاء المدنيين. الضغط على مصر: محاولة إسرائيلية لدفع القاهرة لقبول التهجير أو تقليص نفوذها العسكري في سيناء. التداعيات المحتملة: استبعاد المواجهة العسكرية. الخبراء يستبعدون صداماً مباشراً بسبب التكلفة العالية لكلا الجانبين وتركيز إسرائيل على غزة. الدور الأمريكي: واشنطن الضامنة لاتفاقية السلام قد تتدخل لاحتواء الأزمة، خاصة مع وجود مصالح استراتيجية في المنطقة. الحشد العسكري المصري في سيناء يعتبر رسالة واضحة لحماية الأمن القومي ورفض التهجير الفلسطيني، لكنه يفاقم التوتر مع إسرائيل التي تستخدم الاتهامات كورقة ضغط. بينما تبقى الأسئلة معلقة: هل سينجح الحشد في إنقاذ الفلسطينيين؟ أم أن المنطقة على شفا أزمة دبلوماسية جديدة؟